السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم. اليوم غنشارك معكم هاد البسبوسه اللي كتجي زوينه بزاف وكتوجد يعني في دقائق، سهله ومهله، وغير بجوج كيسان ديال السميد وبالمندرين. كتجي خطيره خصوصا دابا وقت المندرين. وإلا عندك اختي جوج مندرينات عفوا، غير نوضي وجديها. وبالنسبه للمقادير، راه مقادير سهله جدا وبسيطه، كتجي خفيفه كما كتلاحظوا، كتجي مهويه وكتجي بحال الكيكه، وكتجي المذاق ديالها رائع جدا. اول حاجه البنات كتوجدوها هي الصينيه ديالكم او اللاطه اللي غادي ديروا فيها البسبوسه ديالكم. اكيد كدهنوها بالزبده مزيان وكترشوها بالسميده في الجوانب كاملين باش ما تلتصقش معكم. وإلا عندكم الفراح او المقلاة الثقيله يعني كديروها في المقلاة. انا غندير في هذه وندير في المقلاة الثقيله ديال المسمن. اول حاجه كنحتاجوها هي الخلاط او الهشوار، او تقدروا تخلطوها غير بالخلاط اليدوي. غادي نحتاجو جوج بيضات، اكيد دائما درجه الحراره ديال المطبخ ديالنا كيكونوش في الثلاجه، مع كأس ديال سكر حبيبات، ونحتاجو شويه ديال الملحه، اكثر من قبصه. هنا باش كنعادلو المذاق ديال هاد ما بين السكر والملحه. هنا درت معلقه صغيره ديال الفانيلا كتعطيه واحد النكهه زوينه حتى هي. غادي نخلطوا جميع المقادير مزيان حتى كينسجموا. غادي نضيفوا كأس ديال الزيت النباتيه اللي غادي نضيفوا لهذا الخليط ديالنا، وغادي نزيدوا عاوتاني نخلطوا. ما غاش نخلطوا بزاف باش كنضيفوا الزيت. القياس كيكون نفس الكاس اللي عبرتوا به، كتعبروا به دائما. احتاجيت هنايا ياغورت او ضانون بالنكهه ديال الموز، كيجي خطير جدا، كيعطي واحد النكهه زوينه كيشموها الجيران قبل الدار. هنايا احتاجيت كأس ديال العصير ديال المندرين او الليمون الكبير، كتجي زوينه. ودابا خصوصا راه وقت المندرين دابا. من بعد ما خلطت جميع المقادير كنضيفهم فشي اناء هكا باش كنخلطوا السميده ديالنا. هنا ضفت كاس ديال السميده وكنحرك مزيان حتى كينسجم. باش كينسجم الخليط ديالنا اكيد كنضيفوا كاس ثاني. دائما مع التحراك. هنايا الخليط ديالي خدا ليا 2 كيسان ديال السميده، وغادي نضيف هنايا نص كاس ديال الدقيق الابيض او الدقيق الفرس. غادي نضيفو 2 ألصة يعني 2 خمارات. غادي نحركو حتى كينسجم الخليط ديالنا، مكيبقاش يبان لينا دقيق الفرس. هنايا الخليط وجد معايا. غادي ناخدو المول او اللاطه اللي غادي نصبو فيها هاد الخليط ديال البسبوسه. هانتوما القوام ديالو كيجي بحال الكيكه. كما كتعرفوا السميده ولا تطلات غير واحد شويه راه كتشرب، داكشي علاش خاصكم توجدوا اللاطه ديالكم قبل. بالنسبه للفرن راني سخنته دابا 10 دقائق. وغادي ندخل البسبوسه ديالي
في الفوق عاد لتحت. انا عندي الفرن ديال الغاز وكتنقصوا عليها مزيان حتى كطيب على خاطرها وكتحمر لكم مع الجناب، عاد كتهبطوها لتحت. وهنا بالنسبه للسيرو كنحتاجو كاس ديال السنيده، ونحتاجو كذلك شويه او نص كاس ديال عصير ديال المندرين مع 2 كيسان ديال الماء وشويه ديال الليمون الحامض. كتقطعوا جوج مرصويات 3 اللي يعجبكم. وهنا البسبوسه وجدات تحمرات، جات فنه، جات رائعه يا البنات، غير جربوها تصدق معكم من اول تجربه. وبالنسبه للسيرو حتى هو وجد معنا. البسبوسه راها بارده، يعني خليتها بردت واحد نص ساعه. وبالنسبه للسيرو كما كتلاحظوا راه من البوطه نيشان البسبوسه، ضروري خاص واحد يكون بارد وواحد يكون سخون، وإلا كانوا بجوج سخانين كتعجن لكم البسبوسه ديالكم ما كتشربش، كتعجن. وإلا كانوا باردين بجوج اكيد ما كتشربش، ما كتجيش زوينه. ذلك خاصكم تكون عندكم ضروري يكون واحد يعني واحد بارد وواحد سخون. هنا كنسقيوها مزيان. بغيتو تخليوها تبات خليوها تبات، ولكن هاد البسبوسه صراحه كتجي رطبه وكتجي زوينه بحال سقينها، يعني من الاحسن ديروها في نهارها وتاكلوها في نهارها كتجي زوينه. انا درت 2 بسبوسات اللي درت، وهذه كما كتلاحظوا راني دهنت هنايا بالكونفيتير ديال المشماش، وما كانش التليفون كيصور، الكاميرا كانت واقفه. هذا المربى ديال المشمش اللي دهنت به البسبوسه، كيجي زوين. وكتزينوه اكيد باش ما بغيتو، هي كتجي تزيين ديالها بالكوك كتجي احسن، كتجي زوينه تقليديه، كتجي زوينه وكيجي المذاق ديالها زوين وكيتواتى معها الكوك والكونفيتير ديال المشماش مع المندرين، كتجي زوينه ولذيذه فنه بزاف البنات. غير جربوها غتصدق معكم ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للبسبوسه الثانيه نفس المقادير، كتجي على شكل حتى هي تحمرات، جات زوينه وكانت غتفيض بحال الكيكه. المهم كتجي خفيفه وزوينه بزاف. غادي ندهنها بالمربى واكيد نزينوها بالكوك، وغادي نقطعها معكم في الاخير باش تشوفوا يعني كي جات من الداخل ديالها. وكنتمنى ان شاء الله يا ربي ولا وصلتوا لهنا ما تنساونيش بلي لايك ديالكم، وإلا كنتو اول مره كتشاهدوا هاد القناه هذه ما تنساوش تابوناو عندي وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد وتبارطاجيوها مع الاحباب ديالكم. ونتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. هادو هما البسبوسات اللي وجدت معكم البنات، كنتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبوكم ومن اول تجربه اكيد غيصدقوا معكم. كنتمنى حتى نتوما ان شاء الله تجربوهم. وهنايا نقطع معكم باش تشوفوا المورسو ديال البسبوسه كي كيجي تقطع، كيبقى على حساب كل واحد. هانتوما كتجي خفيفه وكتجي زوينه